안녕하세요. أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي داليا حواش. النهاردة هنعمل مع بعض طبق مميز قوي وسهل قوي ان اي حد يعمله، فهنكتشف النهاردة طعم او طبق جديد من اطباق كوريا الجنوبية. هنعمل الاومليت اللي متعودين عليه بس بتيست كوري، وهو الكيم جيران ماري، وهو يعتبر طبق من الاطباق الكورية الجانبية وبيتقدم كفطار او جنب الاكل. طريقة تحضيره سهلة جدا وطعمه كمان حلو قوي، فتقدروا تعملوه في البيت. ويلا بينا نشوف المكونات علشان نعمله مع بعض. هنجيب الأول 4 بيضات ونبدأ إن احنا نكسرهم في طبق لوحدهم. بعدين هنحط عليهم حوالي نص معلقة صغيرة من الملح، أو على حسب ما بتحبوا الملح بتاعكم. نبدأ بقى نضرب ده كله مع بعضه كويس قوي، والموضوع سهل جدا يا جماعة، يعني تقريبا هو ده اللي هنعمله بس. بعد ما ضربناه كويس قوي هنيجي بقى في طاسة على نار متوسطة، نسيبها لحد لما تسخن خالص ونحط فيها شوية زيت صغيرين. بعد كده هنوطي النار خالص علشان البيض ما يتلسعش مننا ويعمل الطبقة البني اللي بتبقى عليه من بره دي، عشان احنا محتاجين ان شكله يبقى حلو ولونه يبقى اصفر زيهي. هنحط كمية صغيرة من البيض في الاول. بعد كده اول ما يبتدي يستوي وتبقى يدوب ناقص نص سوا كده من فوق، هنبدأ ان احنا نجيب ورقة كيم او ورق الاعشاب البحرية، هنحطها عليه من فوق علشان تلزق في البيض. ورق الكيم هتلاقوه بيتباع اونلاين وساعات بيتباع في السوبر ماركتس الكبيره، انا برضو هحط لكم لينك في الديسكريبشن بوكس تحت علشان تشتروا منه. هبدا بقى ان انا واحده واحده كده هلفه بالسباتشولا او باي حاجه معلقه، وعلشان اتحكم فيه اكتر جبت واحده تانية علشان اثبته بيها. هفضل الفه كده لحد لما يتبقى فيه حته صغيره، دي هسيبها. وبعد كده هجيبه على جنب الطاسة خالص علشان أبدأ إن أنا أحط بيض تاني. بعدين هبدأ أحط كمية بيض تانية، بس حاولوا إن انتوا ما تحطوش كتير، يدوب تغطي الطاسة وما تبقاش سميكة علشان نعرف نلف البيض كويس. طبعا الحتة اللي أنا سايباها دي علشان البيض الجديد يلزق فيها فتعمل لنا الرول على بعضه. بعد ما ضفنا البيض وبرده سيبناه لحد لما يستوي شوية من تحت ويفضل برده نص سوا من فوق، هحط نص ورقة كيم، ولما يستوي هبدأ ان انا الفه تاني. برضو هفضل الف فيه لحد لما يتبقى عندنا حتة صغيرة في الاخر، وهكرر العملية دي لحد لما خليط البيض اللي معانا يخلص. انا حطيت مرة كمان بس، وحطيت برضو النص التاني من ورقة الكيم، وهبدأ ان انا الفه زي ما لفيناه قبل كده. فالطبق ده كله احتاج ورقتين من الكيم او ورقتين من الاعشاب البحرية. بعد ما خلصت كده ولفتها كلها وبقت جاهزة عندي بالشكل دوت، هبدأ بقى ان انا اشكلها كويس، يعني هدوس عليها من الجوانب ومن فوق واقلبها علشان تمسك نفسها وتبقى الرول اللي انتوا شايفينه ده. هطفي عليها النار وابدأ ان انا اخدها على قطاع علشان ابدأ اقطعها واحولها لرولز صغيرة او لقطع.
خلي بالكم في الستيب دي لانها بتبقى سخنة، فقطعوا براحتكم خالص. دي بجد اسهل حاجة ممكن تعملوها واسهل طبق جانبي ممكن يتعمل، فبيطلع بالشكل الجميل قوي دوت. بجد شكله كان تحفة وطعمه كمان كان حلو قوي. والناس اللي خايفة من الزفارة او طعم السمك فهو حقيقي ما بيبانش خالص، هو يدوب بيدي ملوحة للأومليت او للبيض. تقدروا تاكلوه جنب اي حاجة، رز او عيش او اي اكلة انتوا بتحبوها، وكمان بيتحط جنبيه كاتشب لو انتوا حابين. شايفين شكله قد ايه جميل وكيوت؟ لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وتعملوا لي سبسكرايب لو لسه ما اشتركتوش في قناتي، علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي بنزلها للاكل الكوري والاكل الاسيوي. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. تامي بايو.